أعزائي مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل المركز الثقافي اللبناني وحضور الصالون الثقافي تحت عنوان البطريرك الحويج. يشرفنا اليوم الدكتور الكاتب الصحفي القدير الدكتور رامي جلال. ابقوا معنا. معنا الكاتب الصحفي الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكي. حضرتك طبعا النهارده كلمنا عن الندوة وعن كتاب البطريرك الحويج. هو الحقيقه الندوه النهارده كانت في المركز الثقافي اللبناني الماروني، كنا بنناقش كتاب البطرك الحويج، وضع اساسات ابرشيه القاهره او ابرشيه مصر والسودان. طبعا ناقشنا مؤلف الكتاب، اتكلمنا معاه في امور كتير. لاحظنا بعد المناقشه وبعد ما قرينا الكتاب انه الحقيقه العنوان الكتاب بعتبره عنوان خادع شويه، لان هو اعمق كتير من فكره ان هو سرد لتاريخ احد الشخصيات التاريخيه، حتى لو كان شخصيه مهمه. لكن الكتاب وثيقه مهمه جدا في بتوثق للحركه المارونيه او للامه المارونيه بتعبير الكتاب نفسه. شفنا ازاي هم خرجوا من جبل لبنان الى مصر ومنها الى بلاد كتير. شفنا ازاي الجاليات المارونيه دايما كانت بتتميز بان هي عندها يعني جودة في النوعية أكتر من فكرة العدد والانتشار. اتكلمنا عن دورهم في دعم بناء مصر الحديثة في عهد محمد علي، ودورهم في عهد الخديوي إسماعيل اللي كان عنده رؤية أنه هو يقيم يعني دولة على غرار الحضارة الأوروبية، واستعان بيهم لأن هم كانوا عندهم يعني تعليم متميز جدا وثقافة متميزة. اتكلمنا كمان عن الوثائق الكتير اللي مرتبطة بالكتاب ومرتبطة بالمفاوضات اللي حصلت سنة 1920 في سبيل يعني إنشاء لبنان الكبير، وإزاي البطرك الحويج كان أحد القادة السياسيين، تحول من قيادة دينية إلى زعامة سياسية زي ما اتكلمت في الندوة. اتكلمت كمان عن أو اتكلمنا وناقشنا فكرة التقنيات اللي كان بيستخدمها في المفاوضات بتاعته، واللي أدت إلى إنه يبقى في دولة اسمها لبنان، وإن هي ما تبقاش جزء من دول أخرى. واتكلمنا عن مراحل حياته الأربعة أو مراحل خدمته الأربعة زي ما قسمناها في الندوة، وعن كتير من الشخصيات المارونية المهمة اللي ساهمت في العمل العام المصري في مجالات كتير. تسلم دكتور. وحضرتك طب ليه النهارده اخترت بالذات 12 سؤال؟ هو مؤلف الكتاب يعني قسم الكتاب ل7 فصول تيمنا بالسنوات السبع، او متاسف تيمنا بعدد المطارنه السبعه اللي جم في الابرشيه، وقسم كل فصل ل9 عناوين تيمنا بالسنوات التسع اللي قضاها المطران جورج شيحان المطران الحالي وقت كتابه الكتاب. المطران جورج شيحان تولى المسؤوليه سنه 2012، فهو حاليا بقاله 12 سنه. فانا يعني على غرار ما فعله الكاتب وتيمنا بالسنوات ال12 اخترت ان اجمل مناقشتي للكتاب في 12 سؤال، واعتقد ان هم كانت اسئله شامله في كل فصول الكتاب على امتداده من اوله لاخره. رسالة يوجهها الكاتب الصحفي القدير الدكتور رامي جلال لجميع المواطنين للاهتمام بالثقافة والقراءة. هو فكرة الحضارة، ما فيش حضارة بتتبني من غير ما يكون وراها بناء بيتميزوا بالثقافة. وما نقدرش ان احنا نفصل عناصر الثقافة ونفصل فكرة القراءة والاطلاع عن الرؤية العامة وعن النظرة الشاملة للبلاد اللي بتبنى. اي بلد كان ليها نصيبها من الحضارة والتقدم كان وراها شعب متحضر ومثقف. جزء من مشكلتنا ان احنا بنظن دايما ان الثقافة هي تراكم معلوماتي او فكره ان احنا يعني نجمع عدد كبير من المعلومات، نعرف عواصم الدول، نعرف اسماء العملات، نعرف تواريخ ونحفظها. الامر مش كده. الثقافه اداه بنقدر ان احنا نواجه بيها العالم، بنقدر ان احنا نفسر بيها الظواهر اللي حوالينا. الثقافه بتؤدي بشكل مباشر ان احنا نعرف نفسنا، نحدد الهويه بتاعتنا. تحديدنا للهويه بيخلينا ان احنا نرد على الاسئله العموميه المهمه والاساسيه عن تعاملنا مع الآخر، تعاملنا مع المرأة، عن أنماط التعليم اللي ممكن نستخدمها، عن تصوراتنا لملفات زي ملفات السياحة وغيرها. معرفتنا لهويتنا بيخلينا يبقى عندنا مشروع ثقافي. هذا المشروع هو اللي بيبني الحضارة.